بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. آه، انا دلوقتي بعمل فيديو الساعة 5 الصبح. تمام. كنت امبارح عمالة بتفرج على الموضوع بتاع عائلة جاد والحفرية وموضوع السرقة. بصراحة أنا كان كل شوية دمي يغلي واهدى، دمي يغلي واهدى. أشوف الأول الفيديو بتاع هدى والحاجة فاطمة، دمي يغلي منهم واسكت. وبعد كده شفت الفيديو بتاع محمد والكلام ده، ودمي غلي وسكت. وهدى وسعاد وكله، لغاية ما جت صدفة نزلت البث بتاعها. كان بث اهبل وعبيط. يا بنتي يا حبيبتي، انت ما بتعرفيش تتكلمي. انت اول ما بتفتحي بقك بتطلعي دبش. بدل يعني عامله زي الدبه اللي بتموت صاحبها. انت بدل ما بتحلي المواضيع بتخربيها زياده، وبتخربيها على دماغك انت مش على دماغ حد تاني. يعني انت عشان تبرئي حد لازم تلبسيها لياسمين. عارفه لو اي لو اي حد عمل اي حاجه هتلبسيها لياسمين. لو حد في المطعم عمل حاجه هتقول لا ده ياسمين وضني هم اللي عملوها. بصراحه كان فيديو اهبل وعبيط. وطول الوقت عماله بتشكري في نفسك، زي ما تكوني نسيتي الخاتم بتاع احمد فلوكس، وزي ما تكوني نسيتي موضوع لميا، وغيره وغيره وغيره، والتبرعات وغيره وغيره وغيره. وانا ما بقبلش. وبعدين طلعنا لابسنا كل الذهب اللي عندك وعند بنتك، ولابسنا خاتم يلبسه عيل لسه مولود، وي 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 ايه 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 الاسلوب الناقص ده؟ ايه الاسلوب الناقص ده؟ انت بتحبي الشعلله وبتتكلمي. وبعدين انا عايزه اقول لك على حاجه، انا من بتاعت قانون. تمام. عايزه اقول لك على حاجه، ما ينفعش حبيبتي تكسري شقه اختك وتدخليها، والعقد اللي معاكي ده تبليه وتشربي ميته، خصوصا بعد ما انت بنفسك قلتي التصريحات اللي قلتيها دي في اليوتيوب. ولا اي جنس حاجه، انت هتروحي النيابه ساعتها. وزي ما عماله بتطلعي من قضايا، مش هتطلعي بقى من دي. يعني ايه تكسري شقه؟ ده انت لو صاحبه العماره، لو كريم العرباوي اللي ابوه نفسه مش هيقدر. وبعدين معروف ان الشقه دي بتاعت ياسمين، وكريم حرام عليه وربنا مش هيسامحه، عشان ان هو يبقى عارف ان ياسمين اللي بتسدد وكان معاها ضني قبل كده، ويكتبها باسمك. مين بأي حق؟ طب ياسمين عبيطة ووافقت على كده وخلاص، وقالت اختي ما كانتش تعرف غدر الانسان لاخيه الانسان. انتوا فعلا وضحتوا ان انتوا جبهتين، جابها من اب وام وجابها من اب وام، والام مشتركه ما بينكم ما شاء الله. خيالها واسع وما بتتحركش الا بعد ما بتكونوا خراب ملطه. انتي وهدى اكتر اتنين مصدر ازعاج. انتي بلسانك الطويل، ولما بتبقى تتكلمي وتشتمي الناس وتقول لهم يا ولاد الوسخه، انا هقول لك اهو. مش انتي قلتي للناس قنوات النقد ولاد الوسخه؟ انا هقول لك لك المثل. قنوات النقد مؤدبه وما بتقولش الالفاظ، انا هقول لك كل الالفاظ. اي لفظ انت هتقوليه انا هقوله لك، هقوله لك، بس هقوله لك لكن مثل. البهدوره عجبتني قوي، نزلت لك اغنيه برعايتك. ده انت وصلتي لدرجه تقرف، تقرف. آه ايه ده؟ ايه الحوار ده؟ ايه الحوار ده؟ طلعنا الساعة 3 الصبح مشمرة كمك. ده انت ما فيش حد نصفك، ده الناس كلها بتشتم وبتهزق فيكي. وايه يا عرباوي، انت مش عارف تلمها ليه؟ انت مش عارف تلمها ليه؟ ايه المشكلة؟ يعني هي ماسكة عليك مثلا كمبيالات ولا حاجة؟ انت مش عارف تلمها ليه؟ ده انت تقطع النت من عنها وتعمل 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 وتثبت لنا كرامات. وبعدين عماله تقولي محمد ما عملش، ما دافعتيش عنه ليه يا اختي؟ لما العرباوي طرده من المطعم علشان هو سرق من المطعم. ياسمين ياسمين مش محتاجه لكم ولا محتاجه تسرق من عندكم حاجه.
وبعدين ايه، ما فصلنها لها بالظبط. 12,000 جنيه كانوا في الشنطة، وهي كان ليها 4000 دولار عند ماما، فال 4000 دولار يجيبوا 12,000 جنيه. ايه ده؟ ايه ده؟ ده شغل عوالم اللي احنا فيه ده، ده شغل عوالم. ده انت يا صدفة ما بتفتحي بقك بتطلعي دولار، ده انت تخلي الناس تعمل حفلات عليكي لراس السنة اللي جاية. ايه؟ ولا التانية السوسة اللي اسمها هدى، بتفكريني بالظبط بهدى السوسة اللي هي في فيلم، في مسلسل ونيس، كان سوسة زيك كده، تطلعي بأخبار وبعدين ايه، آه تقولي انا ما قلتش. الناس اللي قالت ان يا اخويا محمد انا ما جبت سيره محمد، اما جبت سيره مين؟ ده انت قاعده عماله تتحركي فاضل بس تمصمصنا بشفايفك، عماله تحركي يا اختي يمين وشمال، وتقولي محمد، وتقولي من اهل البيت، وتقولي طب ما تداروا خيبتكم انتوا اللي خيبانين لما بتقولوا ضاع منا مفتاحين. ها، اولا هو الكالون فيه كام؟ 500 مفتاح، ضاع منكم مفتاحين. اي بني ادم مش برياله بيغير مفاتيح شقته، انتوا ما غيرتوش مفاتيح الشقه والناس شايفاكم نازلين انتوا حرين. ياسمين محتاجه فلوسكم انتوا، بسم الله ما شاء الله، احسن واحده فيكم بتجيب مشاهدات واحلى كاريزما واحلى فيديوهات وزي الفل. كل الغيرة دي يا صدفة علشان رجعت لجوزها وسافروا شرم الشيخ، وانتي قاعدة بطة متبططة، جوزك ما وداكيش حتى راس البر. ده انتي غريبة، غريبة مريبة. امال لما انتي كده ايه السرم، ها مش انتي دايما تقولي لنا السرم المدلدل؟ لما انتي السرم مدلدل عندك قوي كده من اختك، امال من ضرتك هتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ ربنا ان شاء الله زي ما رفعك هينزلك لسابع ارض عشان الكلام اللي قلتيه على اختك في منتهى قلة الادب. انتي فاكرة نفسك حاجة؟ يا بنتي يا حبيبتي، انتي في فيديوهاتك ما بتعمليش غير انك بتشتمي وبتبلطجي وبتغلطي وبتعملي. انت فاكرة نفسك ايه يا بنتي؟ ده انت لو رحت بيتي يوم واحد في اسم الشرطة، اقسم بالله العظيم لا هتطلعي مكسورة، هتطلعي مكسورة ونفسك مكسورة. انما انتي ما بتعرفيش ربنا. لازم نعرف ربنا الاول قبل ما نمسك الميكروفون ونتكلم، مش نطلع زي التيران وننطح في خلق الله. وانتي يا هدى يا سوسة رجعتي لاحمد وما قلتيش. اصل انا رجعت لاحمد امبارح. لا يا كدابه، انت بقالك كذا يوم عماله تقول شقتي واعمل في شقتي، بس انت عايزه تلمي فلوس. لقيت امك جالها تلاجة بتبر 30 40 الف. طب ما انا اكمل بقى الاجهزه الكهربائيه اللي ناقصالي. وايه رايك بقى يا هدى، لو انت فعلا ضايع منك فلوس تبقى انت خدتيها واديتيها لاحمد علشان يجيب الالتزامات اللي عليه. اصل هو ناقصه مش عارفه ايه وناقصه ايه. هم دول اللي ممكن يجيبوا 12,000، لكن الاجهزه والحاجات اللي عليكوا فين بقى حبايب ماما فاطمه؟ وفين حبايب دودو دودو هدودو؟ فين؟ ده انتوا عيله غريبه غريبه. ياه، اتفرجوا شويه على عيله حوارات، اتفرجوا على عيله الجمل، اتفرجوا على اي عيله مع بعضها بتعمل ايه، مش بتفرش الملاية لبعضها. انتوا بتجيبوا ترندات وبتجيبوا مشاهدات من تهزئكوا لبعض، واحنا في الاخر بنتفرج وشوبش شوبش. ياللي ما انت شايف تعالى شوف. والملاية اللف مفيش اسهل منها، والشتايم وقلة الادب مفيش اسهل منها. والحاجة فاطمة انت دايما متأخرة في الرد، ولما بتردي بيكون فات الاوان، بتكونوا نزلتوا وعكيتوا وعملتوا. واقول يا هدى، اقول يا ماما، انت اللي قايله اصلا ان هي ضاع منها 12,000 جنيه واللي سرقها قصدني. عايزين تطلقوا البت اللي ما تسيبوها في حالها. كفايه، سيبكوا منها ومن ضمن كفايه ضحكة سليم. انتوا ايه، ما عندكوش وجدان؟ وهدى بعد ما خلصت الفيديو كامل على محمد اخوها، بعد ما اخواتها وامها غسلوها وخلاص هتقفل الفيديو، افتكرت ان في ياسمين. لا ده ياسمين اختي وحبيبتي، وياسمين ما تعملهاش وحياتك.
وحياة الماما حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم لما تبقوا كلكم متجمعين على واحدة، كلكم متجمعين على واحدة وتخلوها تعمل فيديو وهي بالمنظر ده. هي علمت عليكم كلكم بأدبها وبأخلاقها وبعدم ردها، وقالت لكم أنا بطريقتكم أنا ما عنديش غير حلين، أول حل ينتحر، يا تاني حل اتطلق من ضني. شو اختاروا لي الحل اللي يعجبكم، وتلم عفشها وتروح عند جوزها مكسورة وترجعوها تاني ملهاش أهل وملهاش حد يقف جنبها. اتقوا ربنا شوية، اتقوا ربنا شوية يا عيلة الحفرية برعاية صدفة. وانت يا أستاذ كريم باين عليك إنسان محترم، اقعد معاها وفهمها إن هي لما بتطلع في الشاشة وبتقعد تعك في الكلام ده بتعكك وبتعطك انت أول واحد. بس انا ما عنديش كلام تاني اكتر من كده، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكي يا هدى وفيكي يا صدفة. ولو انتوا الاتنين فعلا تعملوا ترند على اختكم ياسمين يبقى ليكم المثل، ليكم المثل. بس انا مش هقول لكم حاجة تاني، وان شاء الله ربنا ينصر البت اللي خليتوها متزعزعة لوحدها وبقت قاعدة في العربية مش عارفة تروح فين وتيجي منين. حتى الشقة اللي جابتها لسه ما فرشتهاش مش عارفة، والتانية هكسر. طب أنا عايزاكي تكسري البتاع وأنا اللي هقفلك. وهدى على فكرة انتي شتمتي في البوليس وقلت ان البوليس ما بيعملش حاجة وما يعرفش حاجة ومش هنعمل البصمات. ما عملتيش يا اختي البصمات ليه؟ عشان البصمات بتاعتك، ما فيش بصمات حد تاني. انتي خدتي الفلوس اديتيها لاحمد، يا اما انتي جبتي بيها حاجات ليكي وخفتي تقولي لامك. وانا عايزاك يا حاجه فاطمه تعملي تلفي حواليها وتشوفي. وخلي بالك هي في الفيديو كانت متهماك انت اصلا ومحمد، لان هي اول بقى قالته ياسمين مش موجوده وياسمين معهاش مفتاح. بس ده كان فيديو النهارده، ولو سمحتوا اعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناه، وكلنا نتحاسبن على المفتري وابن الحرام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.